أسوأ قرار أخده راجل في الطيارة إنه سرق مكاني. كنت راجعة البيت بطيارة. أنا دايما بحجز كرسي الشباك، ده غير إني دفعت فلوس زيادة مخصوص للكرسي ده لما حجزت التذكرة. المهم، طلعت الطيارة ولقيت راجل قاعد في مكاني ومظبط نفسه، فاتح اللابتوب، حاطط السماعات في ودنه وعامل فيها صاحب المكان. خبطت على كتفه بذوق: لو سمحت، متهيألي ده مكاني. بصلي بالعافية من تحت لفوق وقال بنبرة باردة: معلش أنا محتاج الشباك عشان ورايا شغل، ممكن تاخدي مكاني اللي في النص، الكرسي اللي في النص اللي بين مكاني وبين راجل ضخم جدا كان نايم وبيشخر من قبل ما الطيارة تطلع. قلت له: أنا آسفة، بس أنا دفعت فلوس زيادة مخصوص عشان كرسي الشباك. نفخ كأني أنا سبب المشكلة وقال: بصي، أنا بحاول أخلص شغل هنا، خدي الكرسي اللي في النص ومش حوار يعني، وبعدين حط السماعات تاني. في الوقت ده المضيفة جت بسبب وقفتي في الممر. شرحت لها الموقف ووريتها التذكرتين، بس دي درجة عامة فما تتوقعش مساعدة كبيرة من المضيفة. طلبت مني أقعد دلوقتي ونحل المشكلة في وقت تاني. وأنا واقفة لاحظت حاجة غريبة: الراجل ده كان معاه كوباية قهوة كبيرة جدا وكان مخلصها كلها، ولاحظت كمان إنه عمال يتحرك كتير ومش على بعضه، فعرفت إنها مسألة وقت. بعد حوالي 20 دقيقة من الطيران الراجل بدأ يحرك رجليه بشكل مش طبيعي ويبص حواليه بقلق رهيب، وفجأة راح دايس على زرار استدعاء المضيفة. لما جيت طلب منها يروح للحمام. لما بص عليا عرف أنا هعمل إيه لو قرر يروح الحمام، إني هاخد مكاني فورا، ففضل قاعد مكانه بيحاول يصبر. المطبات كانت شديدة وفضلت مستمرة حوالي 40 دقيقة. في الوقت ده الراجل كان بيموت حرفيا، حاطط ايديه الاتنين على بطنه وعصر نفسه، عمال يمسح العرق اللي بينزل من جبهته، بيطلع اصوات انين مكتومه كانه بينازع. المضيفه سالته لو كان كويس، فهز راسه بالعافيه وهو شكله خلاص هيفقد الوعي. في نفس الوقت انا كنت قاعده مستنيه، وكل كام دقيقه ابص عليه الاقيه بيموت في زاويه. وفي لحظه خلاص الراجل طار من كرسيه كانه صاروخ وراح على الحمام. لكن الصدمه، كان في طابور طويل من حوالي 6 اشخاص مستنيين قبله. وقفت اتفرج عليه وهو واقف بيعمل رقصه غريبه ويبص في ساعته، وشكله بائس لدرجه تصعب على الكافر. والمشكلة إن الطابور ما كانش بيتحرك. بعد حوالي 10 دقايق من الانتظار المضيفة اضطرت تتدخل وتفتح الباب بمفتاح الطوارئ، وطلع في حد نايم جوه الحمام. أول ما الشخص النايم ده طلع، حرامي الكراسي، رمى نفسه جوه الحمام وكأنه بينقذ حياته. لما طلع أخيرا كان شكله متبهدل على الآخر، قميصه مكرمش ومبهدل، شعره منكوش، مش قادر يبص في عين حد من الكسوف، وعمل مشية الفضيحة وهو راجع لكرسيه اللي في النص. باقي الرحلة اللي مدتها 3 ساعات قضاها وهو مفعوص ومزنوق بين شخصين، وشكله قمة في البؤس والندم. وأنا مستمتعة بكرسي الشباك بتاعي في هدوء تام. كل ما أبص عليها ألاقيه يتعذب أكتر، والراجل الضخم اللي على الناحية التانية نام وسند بدماغه وثقله كله على كتف صاحبنا.